كلام كتير بتسمعه عن التدخين، ناس تقول لك حرام وناس تقول لك مكروه، وسبحان الله الكل يفتي ويتكلم حسب ما يريد وحسب هواه. حبيبي في الله، في هذا الفيديو هعرفك بإذن الله تعالى حكم التدخين، هل هو حرام أو مكروه، وما حكم تجارة الدخان والسجائر وغيرها من الأشياء التي يعني يحرم استخدامها من أنواع التدخين. فابقوا معنا وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن شرب الدخان محرم لما يترتب عليه من المضار المهلكة والعواقب الوخيمة. فقد قال ربنا تبارك وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. وقال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال عز من قائل مخبرا عما بعث لأجله رسوله صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ومعلوم لدى كل عاقل من الناس أنه لو سئل أي شخص أين يضع الدخان، هل يضعه تحت الطيب أو تحت الخبيث، لأجاب كل ذي بصيرة أنه يضعه تحت الخبائث. مش ممكن أبدا يكون شرب الدخان من الطيبات، لا يمكن. أي إنسان في الدنيا لو سألته وقلت له السجائر والمعسل وغيرها من المكيفات هل هي من الطيبات أم من الخبائث، وقال لك هي من الطيبات، أبدا لا يمكن، إلا إذا كان مجنونا مثلا أو منكرا لما أنزله الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ضرر ولا ضرار. فقيس على نفسك، شوف التدخين ده فيه ضرر وضرار ولا ما فيهوش. رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما وصححه الألباني. وقد ثبت بشهادة الأطباء المختصين أن التدخين سبب لإصابة الإنسان أو إصابة 9 من كل 10 بسرطان الرئة. وكذلك يدخل التدخين ضمن مسببات أمراض القلب والجلطة الدماغية وانتفاخ الرئة والتهاب القصبة الهوائية، وكذا هو سبب للإصابة أيضا بالضعف الجنسي وغيره من الأمراض. وقد قال أطباء بارزون إنه يجب التعامل مع النيكوتين اللي هي المادة الموجودة في التبغ كباقي المخدرات الخطيرة، زيها زي الحشيش والكوكايين والهيروين وغيرها. وقد يضلل بعض الناس بأن السجائر قليلة القطران لا تضر أو ضررها قليل، يقول لك دي عمرها ما تكون زي الحشيش مثلا أو زي غيرها من المكيفات، لكن يقول لك السجائر دي خفيفة شوية وما بتضرش قوي يعني. وهذا غير صحيح. فقد أعلن ويليام دونالدسون العالم رئيس مكتب الإشراف الصحي بالحكومة البريطانية أن السجائر التي يتم تسويقها على أنها تحتوي على نسبة منخفضة من القطران يمكن أن تكون هي المسؤولة عن ازدياد حالات الإصابة بأحد الأنواع النادرة لسرطان الرئة. شوف وصلت الأمور لحد فين. وللأسف الشديد في بعض الناس يقول لك طب ما أنا بدخن مثلا بقالي 20 سنة وما حصليش أي حاجة. يا أخي ربنا سبحانه وتعالى أمهلك، ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يعافيك من هذا المرض، فلماذا أنت تجلب لنفسك الشقاء والتعب؟ سبحان الله العظيم، ربنا أمهلك، يمكن أنت مثلا تتوب. ويعني لا تقل هذا الكلام، لأن سبحان الله العظيم كل شيء ربنا سبحانه وتعالى خلقه بقدر. ووصف بعض السجائر بأنها منخفضة القطران، وصفها يعني تعبير ينطوي على تضليل المستهلك. هو بس عايز يقول لك الكلام ده علشان يبرر موقفه، يقول لك أنا بشرب سجائر بس هي ما بتضرش قوي، يعني هي ضررها خفيف جدا. فهو يريد أن يجد لنفسه مسلكا يخرج به من هذه القضية أو هذه الحرمة يعني. وفضلا عن أن التدخين مهلكة للبدن الذي هو أمانة لا يجوز لك التصرف فيه بما يضره جسدك ده،
أمانة لا يجوز لك أن تتصرف فيه بما يضره أبدا، لأن أنت هتسأل يوم القيامة عن هذه الأمانة، حفظت أم ضيعت. ربنا سبحانه وتعالى يسألك يوم القيامة، يقول لك أنا اديتك رئتين سليمتين، أنت عملت فيهم كذا وكذا، ضريت نفسك، هل هذا الجسد أنت يعني جلبته لنفسك، أنت صنعته بنفسك، أم أن الله عز وجل خلقك على هيئتك سليما معافا وأنت الذي تسببت في ضرر نفسك؟ فسبحان الله العظيم تسأل يوم القيامة عن جسدك وعن أعضائك التي منحك الله عز وجل إياها. وقد قال يعني الإمام الترمذي إن الله حرم عليكم، يعني الحديث الذي رواه الإمام الترمذي، إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، متفق عليه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيصف لنا الأمور دي، ومع ذلك نحن نبحث عن المبررات لما نفعله من خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إضاعة المال. هل إضاعة المال محرمة؟ نعم محرمة. الذي يضيع ماله في شرب السجائر والمعسل وما يسمونه بالمكيفات وغيرها، ربما يعني بيته يحتاج هذا المال والفقير يحتاج هذا المال، وربما تجد المدخن هذا بيته خال من الخيرات، ما فيهوش خير خالص، ومع ذلك يدخن، يدفع كل يوم 50 جنيه وأحيانا 100 جنيه في اليوم علشان يشتري بها سجائر، وربما أولاده يعني جوعى وعراه يحتاجون إلى التعليم، يحتاجون إلى الكسوة، يحتاجون إلى الطعام، يحتاجون إلى العلاج، وهو يعني يقدم هذا الأمر قبل كل شيء، إن هو يشتري المكيفات أو السجائر والتدخين وغيره من المكيفات. وما سبق عام في شرب الدخان، سواء كان عن طريق السجائر أو ما يسمونه بالشيشة، ولا يعذر الإنسان بحجة أنه لا يستطيع التوقف عن شربه. لما بتسأله بتقول لي يا أخي بطل السجائر، يا أخي ما تشربش تاني، يا أخي هذا ضرر عليك وعلى مالك وأولادك وأهلك والناس من حولك. يقول لك والله الحقيقة أنا مش قادر أبطل، مش قادر أتوقف عن شرب السجائر. هذه ليس حجة، ليست حجة، أو هذا ليس عذر ومبرر شرعي أن أنت مش قادر تبطل. وقد تركه كثير من الناس، غيرك من الناس، جارك وزميلك وصديقك في العمل ترك التدخين من زمان وبطل ان هو يدخن، ولكن الامر يحتاج الى عزيمة قوية. والانسان اذا وجد الله عز وجل منك صدقا واقبالا على ترك هذا الامر، والله سيوفقك ربك تبارك وتعالى لترك هذا الامر، ويعينك عليه بكثرة ذكرك لله تبارك وتعالى واجتهادك في العبادة والدعاء، ان ربنا يخفف عنك هذا الامر ويدفع عنك هذا البلاء العظيم اللي هو التدخين. ومما يقوي العزيمة ايضا ايمان الشخص بانه يعني بان شربك للسجائر او غيرها هذا ذنب تجب فيه التوبة. ما تفكرش ان انت بتشرب سيجارة مثلا فده خلاص ده الامر حرية شخصية والكلام ده كله، لا، هذا خطأ. يعني يجب عليك أن تتوب من هذا الذنب، هذا ذنب يجب منه التوبة، وليس عادة يخير المرء بين فعلها وتركه. أنت مش مخير أن أنت تترك السجائر أو تدخن، لا، أنت يجب عليك أن تترك، وإلا فهذا ذنب تجب منه التوبة. كذلك برضو أنت تضر الناس من حولك قبل أن تضر نفسك. يعني حضرتك بتشرب سيجارة مثلا في مكان عام، فالدخان بيخرج كده ويطلع على الناس، وربما يعني يكون من الناس عنده حساسية بيتضر من السجائر والدخان والكلام ده كله، فأنت تتسبب في ضرر غيرك من الناس. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب على عصاة المسلمين، وأن يتوب على المدخنين، وأن يوفقهم بحوله وقوته لترك السجائر والتدخين وما يسمونه بالشيشة وغيرها من المكيفات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وعليكم، وأن يرزقكم الإقلاع عن هذا الذنب والتوبة منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.